المرأة مشاعر، وساعة لما بتلاقي ان انت لين معاها كده بتشيلك على راسها. انت عارفين بالكلام ده بالكلمة دي حقك عليا. طب ما كانش قصدي، لمست ايه؟ لمست شغاف القلب اصلا. وهتيجي هتلين معاك تماما وتبقى طيعة في ايدك، واصلا بتنتهي المشكلة من قبل ما بتبتدي. بس تكون صادق وهي تحس في كلامك انك انت صادق، مش كلام مفض مجالس وترجع ريما لعادتها القديمة. لا، مفيش كده. العلاجات لترميم العلاقة المكسورة بينك وما بين زوجتك اللي عايزاه تسيبك وسايبه البيت وتنهي الزيجة والكلام ده، انك تظهر حبك. يعني قول لها بحبك، حبك واحترامك الاثنين. والامر ده ما فيهوش يعني رقم واحد فيه جميل انك تقول، بس رقم واحد فيه الافعال يا جماعه. الافعال من فضلكم. يعني امدحها واشوف مميزاتها واقول لها هي بتفرح. على فكره هي بتفرح فعلا بالكلام ده لما تشوف في عينيك انها اولى اهتماماتك، وان هي اولى اهتمامات مش رقم 20، ان هي محل احترام عندك. وده بيديها انها مطمنه من ناحيتك. امان على فكره. ولو فعلا ده حصل بيتك كله بيظهر عليه كده، روحها الجميله كده بتبقى في البيت كله معاك ومع بيتها ومع اولادها. باين لها حبك وانها اهم من خروجاتك مع اصحابك مثلا. ساعدها وساعدها في امور البيت اللي هي بتعملها سواء في بيتك او مع اولادك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكنس البيت ويصلح ويخيط الحذاء بتاعه، وكان في خدمه ومهنه اهله. ده حب واهتمام. اخد رايها، اسمعها، امدحها. خلي كتفك ده هو اول ملجأ ليها بعد الله سبحانه وتعالى.